كيكة الشوكولاتة الاقتصادية سهلة وسريعة. يلا نحضرها مع بعض. معانا بيضتين وكوباية سكر وعليهم كيسين فانيليا، وهنقلبهم كويس لحد المكونات دي ما تختلط مع بعض واللون يفتح معانا شوي. وبعد كده هنجيب كوباية لبن دافية وننزل عليها بكوباية اللبن الدافي عشان السكر يدوب معانا تماما، وندوب لحد السكر ما يدوب. وبعد كده هننزل بكوباية زيت وهندوب كويس برضو لحد ما المكونات تتجانس مع بعضها. وبعد كده معلقة خل عشان تبقى هشة معانا وجميلة عشان الزفارة بتاع البيض. وهننزل بكوبايتين دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر او كيك شيف وعليهم معلقتين كاكاو، وهنقلب المكونات دي كويس جدا لحد ما تختلط مع بعضها تماما. ونجهز الصينية بتاعتنا مبطنينها بزيت ودقيق وورقة من تحت لو حابين ورقة. وده شكل الكيك بعد ما بنجهزه معانا، جميل بيكون بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. بنديها خبطتين كده وعلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. وبنجهز الصوص: كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، 3 معالق كاكاو. وده صوص اقتصادي جدا وعلى طول على الخلاط. هنخلط المكونات دي ويطلع معانا بالشكل ده، وبقى جاهز معانا صوص الشوكولاتة السهل الاقتصادي السريع. دي الكيكة بعد ما استوت وطلعت من الفرن بنختبرها بخلة. الخلة طلعت نظيفة معانا كده، الكيك تمام. وده شكلها بعد نص ساعة. بقطعها لحضراتكم عشان تشوفوها عاملة ازاي من جوه وقد ايه هشة وقطنية وجميلة ولذيذة وما شاء الله عليها تحفة جدا. يا ريت كلكم تجربوها. اهي جميلة جدا ومرتفعة قوي. هنا حطيت القطعة اللي انا حشتها مكانها وببدأ احط الصوص. لو حابين تسيبوها سليمة عادي، بس انا قطعتها عشان اوريها لكم. بنفرش عليها الصوص كويس كده تبقى خلصت معانا وجميلة، ومن ايديكم هتبقى احلى واحلى. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.